واحد السيد من نهار اختو طلعت لافاك هو كيتبعها حتى لباب لافاك. واحد النهار شافها تلاقات مع واحد الدري، بقى تابعهم من اللور، لعل وعسى تكون غير كتقرا معاه وغاديين يتفارقوا. لكن الطريق بانت ليه طوال ديالهم، وصلوا لواحد الدرب اللي ماشي دربهم. من بعد كيطالعوا لواحد الدار، الاخ ديالها تصدم، طلع عندهم فرقع عليهم الباب ودخل، كيلقاهم في واحد الوضعيه اللي حتى واحد ما يبغي اختو تكون فيها. وداك الشيء اللي غادي يوقع من بعد غيكون صادم، وقصه معقده بزاف، ونهايتها صعيب انك توقعها وتوقع اشنو غادي يوقع فيها. الاخ ديال البنت غير فرقع عليهم الباب، هو يتصدم واحد الصدمه اللي خايبه، لقى اختو مع هذاك السيد في واحد الوضعيه اللي محرجه بزاف. اول حاجه دارها هي جبد الهاتف ديالو وسجل لهم فيديو باش يخليه كاحتياط، وقال لي شوف، بلا ما نجبدوا الصداع، بلا ما نديروا شي كارثه، انا وياك غادي تزوج بها، حيت هادشي اللي درتيه راه ماشي ديال ولاد الناس. السيد اللي كان مع اختو بقى غير كيبرد معاه، قال لي صافي كون هاني، انا غنتزوج بها، وغنصلح الخطا ديالي. قال لي باغي تزوج بها هي دابا، غتعيط لوالديك وغادي تقول لهم يجيو عندنا للدار وتجيو تخطبوا الاخت ديالي. فعلا صونا لهم الابن ديالهم، قال لهم انا باغي نتزوج، واخا الاباء ديالو الاب ديالو الام ديالو تصدموا، حيت كيفاش السيد كان معلم به حتى الصباح غدا غيتزوج. ديك الساعه صافي طلقوا مشى عند والديه، عاود لهم لافير كامله، قال لهم هاد السيده راني انا وياها على علاقه، وهكاين وهكاين وهكاين، حصلني الاخ ديالي مع الاخ ديالها معايا، وقال لي ضروري غتزوجها، ودابا انا بغيت نتزوج بها وبغيتكم تخطبوها ليا. والديه ملي شافوه عاود لهم الحكايه وعاود لهم القصه بالضبط شنو واقع، وافقوا على الزواج ديالهم ومشاو خطبوا الدريه على سنه الله ورسوله من عند والديها. عجبهم الحال ولاو نساب. من بعد تزوجت به، داروا العرس، روحها عندهم للدار، كملوا القرايه ديالهم وتخرجوا، خدموا كل واحد خدم في خدمه، المهم كانوا بجوجهم خدامين عايشين واحد الحياه اللي سعيده. حتى لواحد الصباح خرجوا بجوج مشاو للخدمه، هاد هي الحاله الطبيعيه نورمالمون اللي كتكون. حتى في الليل الزوج ديالها كيعيط العائله ديال مراته، كيقول لهم الو فلانه واش ما جاتش عندكم؟ لا ما جاش، ما شفناهاش. كيقول لهم الصباح ملي تفرقت انا وياها مشينا للخدمه، من تماك ما بقيت شفتها نهائيا وما عرفتش اشنو وقع لها. والدين الزوجه ديالو تصدموا بالخبر، دازت 24 ساعه مشاو عند البوليس، بلغوهم بداك الشيء اللي وقع، بان بنتهم اختفت وهكاين وهكاين. حتى الزوج ديالها حتى هو مشى معاهم، بلغوا بالخبر. البوليس داير خدمته كيقلبوا على فلانه فين هي. دازت مده يوم، يومين، 3 ايام، 4 ايام، والو، ما كاين حتى شي اخبار. بداو البوليس كيسولوه، كيقولوا له واش عندها شي علاقه مع شي حد، كي داير حياتكم، واش كتحس بانها كتخونك، واش كاين شي حاجه باش يعرفوا الله، ربما كتخونوا هربت مع شي حد ولا شي حاجه بحال هذا الشكل. قال لهم، هو يقول لهم واحد القضيه اللي كانت غريبه. قال لهم كانت كتبقى سهرانه، كتبقى هاضره في التليفون، كنسمعها في الدوش كتدخل وهاضره في التليفون، وهذا الامر انا حيرني. البوليس خداو هادشي بعين الاعتبار، قالوا لا ربما هربت مع عشيقه شي لعيبه بحال هذا الشكل. والديها حتى هما سمعوا هاد الاخبار قالوا لي اسمح لينا ولدنا، فهمتي، بحال قالوا ربما بنتنا هاربه ما ميتاش، وخلاوها للوقت. دازت مده طويله حتى والديها ولاو يقولوا الزوج ديالها غير تزوج ولدي، راه من حقك تتزوج، وكاين. قال لهم انا ما نقدرش، مرتي ما عرفتش اش واقع عليها ومشيت نتزوج. لكن دازت واحد المده، هو يجي هضر مع والديها، وكانت عندهم واحد الخت ديالها. قبل ما تختفي الزوجه ديالو كان صلح العلاقه بيناتهم، ولاو كيريحوا مجموعين كيضحكوا مع بعضياتهم. ملي اختفت الزوجه ديالو قال لهم احسن حاجه هي انني نتزوج بالاخت ديالها، منها نشم ريحه الزوجه ديالي، واحسن حاجه هي تشد البلاصه ديال الاخت ديالها. فعلا والديها وافقوا ومشى خطبها وتزوج بها وروحها عروسه، وجابها عنده الدار اللي كانت ساكنه فيها الاخت ديالها. نفس الدار، نفس بيت الناس، نفس الفراش،
كل شيء. في اليوم الاول في النوم ديالهم الاخت ديالها اللي هي الزوجه ولا الزوجه ديال الزوج ديال المفقوده غادا تحلم واحد الحلم اللي خبيث. غتوقف عليها اختها غتقول لها اش باغا عندي، علاش جايه عندي لهنايا، انا راه غير قريبه منك، انا راني حداك. النهار الاول بحال هكا قالت غير حلم، النهار الثاني نفس الطريقه قالت غير حلم، النهار الثالث شد الرعب عاودت الهضره للزوج ديالها وهي كتعاود ليها شنو كاين. كتلاحظ بانه كيرتابك وكيدخل يخرج في الهضره، هذا غير حلم هذا غير حلم. هي قالت لي ما كنت خلعتي هذا راه غير حلم. ولاحظت بانه شي حاجه مخبيها عليها. نهار الاخر حلمت بنفس الحلم وهي تمشي عند والديها باش تعاود لهم اشنو حلمت بالضبط. وهي كتعاود الاب ديالها كتقول ليه حلمت وحلمت. وهذا التصرف ديال الزوج ديالي اللي غريب وخاف ملي عاودت ليه الحلم وحسيت بانه مخبي شي حاجه. الاب ديالها قال لها ايها بنتي هذا مخبي علينا شي حاجه. مشاو عند البوليس وديكلاراو بان بنتهم اللي اختفات شاكين في الزوج ديالها حيتها الحلم وعاودوا لهم الحلم اللي كاين. البوليس مشاو ديريكتومون عند الزوج ديالها كيحقوا معاه. قالوا ليه داروا راسهم بحال ما كاين حتى شي اخبار. قالوا لي واش ما كاينش شي اخبار على فلانه؟ هو يقول لهم المرحومه. قالوا لي كيفاش المرحومه؟ ياك انت مديكلاري بانها غير اختفات باش عرفتيها ماتت؟ وقال لهم راه حيت هذه مده طويله ما بقينا شفناها وراه ولات بالنسبه لي مرحومه، انا راه تزوجت وكاين وكاين. البوليس كانوا ذكيين داروا واحد الخطه وقالوا لي احنا عندنا مذكره البحث. دخلوا كيقلبوا في المنزل وهما كيدوروا وكيقلبوا كيلاحظوا واحد الملاحظه اللي غريبه بزاف. لاحظوا ان الزليج ديال بيت الناس مختلف ديال المرح على ديال الكوزينه. البوليس بداو كيشكوا كيقولوا او كيفاش، واش هاد السيد بدل الزليج ديال بيت الناس وخلى الزليج ديال الكوزينه؟ لا ما يمكنش. يعني عرفوا انها كاينه شي حاجه. مشاو جابوا شي واحد اللي حفر لهم داك الزليج باش يشوفوا اشنو كاين. وغير هما وكيبدلوا في الزليج وكيحفروا فيه والزوج ديالها اللون ديالو كيتبدل ووجهه تبدل. ما حفروش حتى كامله حتى 3 سنتيم كيلقاو فاليزه. جبدوا هذيك الفاليزه حلوها كيلقاو وسطها امراه ميته ومخشيه في هذيك الفاليزه. في البلاصه تم القبض على الزوج ديالها وداوه الكوميساريه باش يحقوا عليه. قالوا ليه التهمه لابساك اعترف لينا وخفف على راسك باش نتعاونوا معاك ونخفوا عليك اشنو وقع بالضبط. قال لهم واحد النهار كنا في الكوزينه انا وياها واقفين تناقشنا مني منك. قلت لها انت راه غير لصقتي فيا وانا راه ما كنبغيكش وراه ما عمري بغيتك وانا راني كنبغي اختك وكنموت عليها، انت غير مكتاب وكتابيتي ليا. قال لهم غير قلت لها هذه الكلمه وهي تجمع معايا بواحد السميكه صرفقتني، ما تمسكتش في نفسي وهزيت السكين وضربتها العنق ديالها جبتها ميته. وطاحت عليا الفكره ديال انني ندفنها تحت الزليج باش نبعد عليا والتهمه وتزوج بالاخت ديالها. وكان هذا الحلم هو السبب باش انكم وصلتوا ليا، وهذا هو الاعتراف ديالي وانا كنعترف بالجريمه ديالي. والخوت كانت هذه هي نهايه القصه وغادي يتشد في الحبس وغينال الجزاء ديالو غيتحكم بالسجن المؤبد. السلام عليكم، الى قصه قادمه ان شاء الله. كان معكم عمر الوهابي. اللي وصلت لهنا يخلي لنا كومونتير زوين، بارطاجي الفيديو مع اصحابه، يخبط لينا لايك. تهلاو ليا في راسكم.